الحجاب عبادة وتدين وتقرب إلى الله عز وجل، وليس من باب العادات والتقاليد، بل هو من باب الأوامر التي أمر الله بها ورسوله، فيكون فعله قربة إلى الله عز وجل. وهذه نقطة مهمة، لأننا إذا اعتقدنا أنه عادات وتقاليد ثم سافرنا من بلد عاداته وتقاليده الاحتجاب إلى بلد لا يعتادون ذلك، فهذا يقتضي أن لا تحتجب المرأة هناك، لأن عاداتهم وتقاليدهم لا يجب فيها الاحتجاب. ولكني أقول لإخواني من رجال ونساء إن الحجاب شرع وليس عادة، لأمر الله به ورسوله، وإنه خلق